بتبدأ الأحداث في سجن فلوريدا، وهناك بنشوف مسجون اسمه كورتلاند، وبنعرف إنه مسجون في قضية قتل ومحكوم عليه بالسجن لمدة 28 سنة. وبنشوف كمان معاه شخص تبع المخابرات الأمريكية اسمه دونالد، ودونالد بيعرض عليه إن هيخرجه من السجن في مقابل إن يشتغل معاهم، وبيقوله كمان إن هيكون ضمن وحدة خاصة اسمها سيرا. وطبعا كورتلاند بيوافق على طول. وبعد كده بننط نطة كبيرة شويتين، يعني بعد 18 سنة، وبنشوف كورتلاند في ملهى ليلي في بانكوك، وهناك بيقابل بنت تبع المخابرات الأمريكية اسمها مريندا. وبعدها بيروح لأوضة كده معينة، وهناك بيلاقي سلاح كبير، وفي نفس الوقت بيبدأ حد من المخابرات الأمريكية اسمه ديني بيتكلم معاه، وبنعرف إن الاسم الحركي لكورتلاند هو 6. وديني بيعرف 6 انه في تاجر مهم ودوره ان يقتله قبل ما يتمم الصفقة. وبعدها ديني بيتكلم مع المساعدة بتاعته اللي اسمها سوزان، وبنعرف انه مستغرب انهم ليه بيستعينوا بحد من سيرا ومش من حد تبعهم، وبتقوله ان مفيش حد تبعهم في بانكوك دلوقتي. وبعد كده بنشوف 6 ماسك البندقية اللي معاه، وبيقدر فعلا ان يحدد الهدف وهو في مكان بعيد. وديني بيقول له يلا اقتله يا برنس، وبيكون 6 خلاص هيقتله، بس بيتفاجئ ان في طفل قدامه. وديني بيقول له يقتله هو كمان، بس 6 بيرفض وبيسيب المكان. وبعد كده 6 بيضرب جرس الانذار في المكان، وده بيخلي الشخص المستهدف يحس بالخطر، وبيقرر يلغي الصفقة ويمشي. وفي نفس الوقت بنشوف 6 اللي بيهجم على رجالته وبيبدأ يقتل فيهم واحد واحد. وبعدها بيكون فاضل بس 6 والهدف اللي في البداية بيقول ل6 انه عارفه، وانه كمان معاه في نفس المنظمة واسمه الحركي سير 4. وبرضه 6 بيهجم عليه، وبعد شوية قتال بيقدر يخلص عليه، بس قبل ما يموت بيتأكد منه من المعلومات اللي قالها، وفعلا بيتأكد انه تبع سيرا. وبيقول له كمان ان ديني ده شخص مش كويس وما ينفعش تثق فيه، وبيديله كمان ميدالية كانت معاه. وبعدها 6 بيسيب المكان وبيخرج. وبعد كده بنشوف ناس تبع ديني بيفتشوا سير 4 ومش بيلاقوا معاه السلسلة، وعلى طول بيعرفوا ديني اللي بيكون متضايق جدا، وبيتصل ب6 وبيطلب منه يرجع السلسلة اللي أخدها من سير 4. و6 بيقول له هكلمك بعدين. وبعد كده بيروح 6 على سيرة، وبيكون في السلسلة فلاشة وبيحاول يشغلها، بس بيكون في رمز معين مطلوب ومش بيكون معاه. وفي نفس الوقت مريندا بتتصل بيه وبتقول له انهم هيتحركوا كمان 5 دقايق ولازم يكون موجود، و6 بيرفض. وبعدها بيتصل 6 بدونالد وبيعرفه ان ديني في الغالب عميل مزدوج، وده اللي خلاه ان يقتل سير 4. وبيعرفه كمان ان اخد حاجة معينة منه ديني عايزها جدا، وانه دلوقتي بيحاول يهرب من المكان قبل ما حد يوصل له. ودونالد بيقول له يطلع على اقرب مطار وهو هيبعت له حد ياخده من هناك. وبعد كده بنشوف سوزان بتعرف ديني ان 6 رفض يرجع، وبيتعصب ديني وبيقول لها ان لازم نتعامل مع هانسن. وسوزان بترفض وبتقول له لا ما ينفعش، ده شخص مجنون. وديني بيصمم وبيقول لها ده عنده اعلى معدل قتل في الموساد وهينفعنا. وبعدها ديني بيكلم هانسن وبيقول له ان لازم يلاقي سيرا 6 ويقتله، وبيعرفه كمان ان معاه مستندات تدخلنا كلنا السجن، وبيعرفه انه هيبعت له سوزان علشان تساعده. وبنفهم ان سوزان اصلا مش طايقه هانسن. وبعد شويه اكشن كده بتكون خلاص الطياره هتنفجر، بس بيقدر 6 انه ينط من الطياره في اخر لحظه. وبعدها بيلاقي حد معاه باراشوت وبيمسك فيه لحد الارض، اللي هو اي توصيله بقى يا كابتن. وبعد كده هانسن بيقول لدونالد يتصل برجالته عشان يعرف عملوا ايه، ولما بيتصل بيهم بيتفاجئ ان 6 هو اللي بيرد عليه وبيعرفه انه قتلهم. ودونالد بيقول له اللي حصل غصب عني. وقتها هانسن بيكلم 6 وبيقول له انه لازم يجي ويجيب الحاجات اللي معاه. وبنعرف ان ديني حاطط مكافأة ضخمة للي هيقتل 6، وان في فرقة مرتزقة كتير في مكان في العالم دلوقتي بيدوروا عليه. وبعدها بنشوف فلاش باك من سنتين، وبنعرف ان في حد سرب عنوان دونالد لمجموعة من القتلة، وان ديني هو كمان قرر يتخلى عنه وما يحموهوش. وفي الوقت ده دونالد بيطلب من 6 ان يخلي باله من بنت اخوه يحميها، وبنعرف انها اصلا مريضة قلب واسمها كلير. و6 فعلا بيبدأ ينفذ طلب دونالد ويحمي بنت اخوه. وبعد كده بنشوف 6 اللي بيتكلم مع مريندا وبيقول لها ان لازم يوصل لكلير، وبيعرفها كمان انه معاه رقم منظم القلب بتاعها، ولو دخل على سيستم اي مستشفى هيقدر يوصل لمكان كلير. وبالليل بيروح لمستشفى وبيكون 6 متنكر وعامل فيها بيموت، بس بيقدر يسرق كارنيه من المستشفى وبيدخل على السيستم، وبيقدر ان يعرف ان كلير في كرواتيا. وفي نفس الوقت وولف بيهجم على 6 وبيعوره في ايده جامد، وبيحصل خناقه كبيره بين 6 وميريندا من ناحيه وولف من الناحيه التانيه. وبنشوف ان وولف قوي جدا لدرجه انه بيكون اقوى منهم هما الاتنين مع بعض، وكمان بيقدر يغرس مقص في جنب 6. وفي الوقت ده 6 بيقول يلا بقى ما بيديهاش، وبيستخدم جهاز الصدمه القلبيه على وولف اللي برضه مش بيحوق في حاجه، لدرجه ان بيضربهم هما الاتنين وبياخد السلسله وبيهرب. عنيف قوي وولف ده.
اخيرا شفت حد في الفيلم اقوى من 6. المهم بسرعه 6 بينط ورا وولف عشان يلحقه، وفي نفس الوقت الشرطه بتشوف وولف وبتشك فيه وبتبقى خلاص هتقبض عليه، بس وولف بيقدر يضربهم كلهم ويهرب منهم، و6 وميريندا بيكونوا وراه بس برضه مش بيقدروا يوقفوه. وبعدها بنشوف وولف اللي بيوصل للقصر اللي فيه هانسن، وبنشوف ان القصر مؤمن جدا، وبيدخل هانسن وبيديله فلاشه. وفي نفس الوقت بنشوف 6 وميريندا بيوصلوا للمكان وبيقتلوا كام حارس، وبعدها ميريندا بتضرب الطياره الهليكوبتر بالارباجي وبتبدا تقتحم القصر. وهنا بقى بعد ما بيكون هانسن قال لسوزان تدي مكافأة لولف، بيقول لها اوعي تدي حاجة. وفي نفس الوقت 6 بيقدر يدخل القصر فعلا وبيوصل للأوضة اللي فيها دونالد وكلير، وبعدها بنشوف ميريندا اللي بتضرب نار على هانسن وبتجري. وهنا بقى هانسن بيفهم انها بتحاول تلهيهم وبيجري بسرعة على أوضة دونالد ومش بيلاقيهم، وبيفهم ان 6 في القصر. وفي نفس الوقت ميريندا بتضرب قذيفة أرباجيه على مركز العمليات، وكمان بنشوف 6 بياخد دونالد وكلير فوق السطح وبيحاولوا يخرجوا من القصر. وفي نفس الوقت هانسن ورجالته بيهجموا عليهم وبيضربوا عليهم نار، ودونالد بيتصاب، ودونالد بيقول له خلاص فكك مني كده كده انا ميت، وبيقول له كمان يدي له قنبله وياخد كلير ويهرب بسرعه. وطبعا 6 بيرفض بس دونالد بيجبره على كده، وطبعا كلير بتبقى مش عايزه تسيب عمها، بس دونالد بيقول لها لازم تهرب مع 6 بسرعه، وفعلا 6 بياخدها وبينطوا في الميه. وفي نفس الوقت بنشوف وولف اللي بيهجم على ميريندا وبيحصل بينهم قتال كبير، وفي الاخر بيكون خلاص وولف هيقتل ميريندا، بس هنا بتكون المفاجاه وهي ان وولف بيديها الفلاشه وبيقول لها فلوس خلاص ما تهمنيش، الناس دي مش كويسين وخدعوني. وبعدها بنشوف هانسن اللي بيهجم على 6 وبيحصل بينهم خناقه كبيره، وبيكون خلاص هيقتل 6 وبالعافيه بيقدر يخلع منهم. وهنا بقى بتتدخل كلير وبتضرب طلقه ضوئيه على هانسن وده بيقطع صوابعه، وعلى طول هانسن بيمسك كلير و6 بيقوم وبيروح وراه. وبعدها بنشوف هانسن اللي حاطط مسدس على دماغ كلير وبيهدد 6 بيها. وفي نفس الوقت ميريندا بيكون معاها سلاح قناصه وواقفه فوق القصر، وبتعرف 6 انها ممكن تقتل هانسن في اي وقت. وفي الوقت ده هانسن بيسيب كلير والغرور بتاعه بيخليه يطلب من 6 انه يدخل معاه خناقه بالايد، و6 بيوافق وبيقول لميريندا فكك من انك تضربيه بالنار وانا هخلص عليه. وبعد كده بيبدا القتال، بس 6 وهانسن بيكونوا في البدايه 6 متحكم في القتال لحد ما هانسن بيطلع سكينه وبيفضل يطعن حرفيا في 6 وبيكون خلاص هيقتله. وهنا بقى تحس ان 6 بيتحول وبيمسك هانسن يعصره حرفيا ويخنق فيه لحد ما بيموت. بس قبل ما هانسن ما يموت بتيجي سوزان ومعاه مسدس وبتبقى عايزه تقتل هانسن، بس مش بتلحق لانه بيكون فعلا مات، بس بتضرب نار على 6. وبعدها بتقول ل 6 تعالى بقى يا زميلي نعمل صفقه سوا، وهي ان كده كده هانسن خلاص مات وهنشيله الليله بكل اللي حصل، وانت هندخلك السجن وهتشهد معاه ان ماليش دعوه بكل اللي حصل، وفي المقابل هتعاهد ان احمي كلير، وبعد شويه وقت هخرجك من السجن تاني. و6 بيوافق على كده. وبعد كده بنشوف 6 اللي بيروح للبيت اللي فيه كلير وبيقتل كل الحراس الموجودين وبياخد بيت كلير وبيختفي من المكان، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.